كان يا مكان مش شرط تكون حكاية بعيدة ومش شرط تكون خرافية. أوقات الحقيقة بتكون أعمق من الخيال. أنا أحمد خالد وده بودكاست الراوي. في البودكاست ده هنحكي سوا قصص مش أي كلام، قصص عن ناس غيروا في العالم، عن لحظات غيرت مصير شعوب، أو حتى حكايات بسيطة بس سابت أثر كبير. هنحكي وهنتأمل وهنرجع شوية ونتقدم شوية، وكل مرة هنسافر في حكاية جديدة. لو بتحب القصص، لو بتحب تفهم اللي ورا الأحداث، يبقى خليك معايا. أنا الراوي والحكاية لسه ما بدأتش. النهاردة هحكي لكم حكاية واحد كان في الأول عدو لدعوة الإسلام، بس في النهاية بقى من أعظم القادة الإسلاميين اللي شافهم العالم. تعالوا نشوف سوا حكاية خالد بن الوليد سيف الله المسلول. خالد اتولد في بيت من بيوت السادة في مكة، بيت كله سلطة وقوة. والده الوليد بن المغيرة كان من أغنى أغنياء قريش. من صغره هو بيتعلم الفروسية وقيادة المعارك، ما كانش يعرف غير لغة واحدة، لغة السيوف. في معركة أحد خالد كان قائد فرسان قريش. لما رماة المسلمين نزلوا من الجبل يجمعوا الغنيمة، خالد لف بالفرسان من وراهم، من ورا الجبل، وضربهم ضربة غيرت ميزان المعركة. من اللحظة دي الدنيا كلها عرفت مين هو خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رضي الله عنه أسلم متأخر شوية، في السنة الثامنة من الهجرة، بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. عرف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل عليه لما دخل مكة يعمل عمرة القضاء. الكلام ده لمس قلبه، حس بتقدير كبير من النبي صلى الله عليه وسلم ليه، وفرح فرحة ما تتوصفش. الفرحة دي زودت رغبته في الدخول للإسلام، فجمع شجاعته وأسلم. سنة 8 هجريا، يعني في السنة اللي هو أسلم فيها، النبي صلى الله عليه وسلم بعت جيش لمؤتة. الجيش ده كان مكون من 3 قادة، أولهم زيد بن حارثة، ويليه جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، والثلاثة استشهدوا. الجيش وقف تايه. ساعتها سيدنا خالد اتقدم ومسك الراية، ورتب الجيش بخطة عبقرية، وغير مواقع الجيش كأنه جاله مدد جديد. يعني جاب الجنود اللي ورا قدام واللي قدام ورا. فالروم ساعتها افتكروا ان في تعزيزات ضخمه جت للمسلمين، فانسحبوا في الفور، وخالد رجع الجيش سالم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الخبر قال: نعم عبد الله خالد، سيف من سيوف الله. ومن هنا اتسمى سيدنا خالد سيف الله المسلول. بعد فتح مكة حطم صنم العزة، وبعدها شارك في معركة حنين اللي كانت واحدة من أصعب المعارك. ورغم الهجوم المفاجئ، خالد وقف وقاتل لحد ما ربنا كتب النصر للمسلمين. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقى خالد قائد جيوش المسلمين، واجه المرتدين في اليمامة، وبعدها فتح الشام والعراق وفلسطين. كل معركة كان بيسيب فيها بصمته، وكل نصر كان دليل ان ربنا اختاره ان يكون السيف اللي يدافع عن الدين. خالد عاش في الإسلام 13 سنة بس، لكن في السنين القليلة دي كتب اسمه بحروف من ذهب. من عدو بيحارب المسلمين لقائد بيحمي الإسلام، من فارس لقريش لسيف من سيوف الله. ودي كانت حكاية خالد بن الوليد سيف الله المسلول، اللي علمنا ان التغيير ممكن، واللي بيبدأ مع ربنا عمره ما بيخسر. أنا الراوي والحكاية لسه ما خلصتش.